الناس اللي بتبقى عاملة مشاكل الدنيا وعاملة كوارث الدنيا، وتلاقيها كاتبة على صفحتها اتقوا يوما ترجعون فيه. انت مش راجعة معانا ولا ايه يا حاج؟ انت قاعدة، انت عاملة اقامة، عاملة هجرة، ما انتش معانا يعني؟ إيه الاوبشن ده مش عندك؟ ما عندكش حاجة اسمها موت واخرة والقيامة وحساب وجنة والنار كده ولا ايه؟ كملوا الفيديو معايا الاخر، اعملوا متابعة على القناة ودوسوا لايك. انا عايزه اعرف يا جماعه والله بتتعاملوا مع الاشكال دي ازاي؟ عشان الواحد تعب والله، والله تعب. يعني لازم تلاقيها في الشغل، تلاقي واحده عقربه وحربوقه وقاعده تحقد في نفسها لما تلاقيها قاعده قد كده، تلاقي واحده في البيت، تلاقي سلفتك، تلاقي اخت جوزك، تلاقي جارتك، المهم تلاقي واحده 24 ساعه بتغل منك، وسبحان الله انت ما بتعملهاش حاجه، ولا بينك وبينها كلام، ولا بينك وبينها حديث، ولا بينك وبينها حوار، عشان انت عارفه ان هي عقربه وسوسه وحربايه ويعني دماغها مسوحاها، فانت بتحاولي تبعديها عنك عشان انت اصلا مش فاضيه لحواراتها، وبرضه تلاقيها منفسنه وبتحقد وبتغلي وعماله تجز على اسنانها منك. ليه يا حبيبتي؟ ليه يا ماما؟ انت مريضه، انت مريضه، روحي اتعالجي. اه في ناس كويسه كتير، يعني ممكن تروحي مثلا شغل تلاقي في ناس كويسه وفي ناس وحشه، برضه عند اهل جوزك في ناس كويسه وفي ناس وحشه، بس الوحاشة ليه؟ يعني الوحاشة ليه؟ هو انت هي جاية تاخد منك دم، جاية تاخد منك عضو من جسدك هيأثر عليكي؟ مالك ومالها؟ ولا هي مالها ومالك؟ ولا بتستفادي ايه يا صفرة، يا حرباية، يا بومة، يا حقودة؟ وتلاقي سبحان الله طالع على وشها، تلاقي كل مدى وربنا عمال يزيد غضبه عليها، كأنه بيبينها كل مدى عن اليوم اللي قبله ان انت ياهو، بحيث ان الناس كلها بتلاقيها حاطه صوابعها، ايده صوابعها منك، هتولع في نفسها منك. وانتي برضو، ده انا ربنا يعلم اللي في قلبي ناحيتك، ما احنا عارفينه والله من غير ما تقولي، ربنا يعلم باللي في قلبك، ده انت يا شيخه، ده انت قدامك شويه هتنوري من اللي في قلبك ناحيتي. اتقي الله، اتقي الله. هتروحي عند ربنا تقولي له ايه؟ عايزه ايه؟ يعني بتستفادي ايه؟ الله يعينك على حالك يا شيخ.